فلوس دايما بندور عليها، بس يا ترى هي بتدور علينا؟ كده دلوقتي العتبة محلات كلها فاتحة، كلها محلات بيع، فيها محلات وأصحاب شغل كتير كلهم بيبيعوا ويشتروا، بس مش كلهم بيكون نفس اليوم بتاعهم هو نفس اليوم. ممكن تشتغل أكتر من 10 ساعات وما تعملش أي مبيعات خالص، ممكن تشتغل يوم كامل 16 ساعة في بعض المحلات وما يعملش برضه مبيعات، بس تيجي لحظة واحدة بس، لحظة واحدة هو منتظرها سبحان الله، أو مش منتظرها، هو خلاص يئس وهيقفل خلاص، تيجي لحظة واحدة بس تنزل عليه رزق غير طبيعي، رزق ممكن يبيع كل الحاجة اللي عنده، توصل حاجة إن هو يبيع الحاجة اللي عنده كلها وهو مبسوط جدا ومفيش أي مشكلة، لحظة بينزل فيها الرزق من غير ما أنت تتوقعه أصلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطنا. كده كده في إيد ربنا، زي الطير اللي بتروح الصبح وهي جعانة، تصحى الصبح جعانة وترجع في الآخر عشاء ترجع شبعانة، فسبحان الله يرزق الطير يعني ولا يرزقك. لسه فاكر أول بازار نزلت ماركة الملابس بتاعتي أونيق، أول بازار عملت مبيعات كبيرة جدا، وكان أول يوم كنت عملت حاجات كتير جدا، كنت فاكر إن ده شطارتي بسبب إن أنا سيلز مان جامد وشاطر جدا ومفيش مني خالص، وسبحان الله تاني يوم في البازار قعدنا أكتر من 10 ساعات، 10 ساعات صفر مبيعات، مفيش مبيعات، كل اللي كان معانا وقتها يا دوبك هم 35 جنيه، لدرجة إن صاحبي قال لي احنا معناش فلوس يا اسطى نروح، احنا كان بقية المحلات اللي جنبينا كان ليهم فلوس، عندنا فلوس مشاريب وحاجات شربناها. بعد كده بصينا لبعض كده في لحظة، يعني بنحاول نشجع بعض وهي برضه قلنا احنا طب احنا خلاص احنا الحمد لله مصلين الفجر الحمد لله وعاملين الاذكار بتاعتنا وكل حاجة تمام، فاحنا منتظرين ايه يعني؟ مفيش اي حاجة احنا منتظرينها، فخلاص احنا كده في جانب الله منتظرين، كل اللي احنا منتظرينه بس ان ربنا يرزقنا. احنا صليت الفجر يا اسطى؟ اه صليت الفجر. اذكارك تمام؟ اه. كنا بنحاول الحمد لله كل صلاه تكون في وقتها وتكون في جماعه، بس الحمد لله فضلنا بقى منتظرين ايه؟ وقت ربنا ما يرزقنا، احنا فاضل ساعتين وخلاص وهنقفل، مش هنقعد 3 ساعات، هو ساعتين وهنقفل بدري عشان كده كده ايه خلاص، فكل مستنيين ان ربنا كان يرزقنا وقتها. فجأة واحنا واقفين جايبين اخرنا خلاص وعمالين نصبر بعض، ربنا يرزقنا، بص احنا عملنا كل حاجه. طب انت قلت اذكار المساء ولا انت كتلت قلتها كلها ولا كتلت في واحده؟ وبنراجع نفسينا وديننا، فخلاص احنا دلوقتي في جانب الله خلاص، ما قدامناش حاجه غير ان احنا ننتظر، وسبحان الله فجاه راحت عينيها واحده قلت له روح شوف، قال لي لا 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 شوف انت، خلاص احنا ياسين مش عايزين نبيع ولا عايزين نعمل اي حاجه، قلت خلاص بقى شوف هتزعل وهتمشي برضه. قالت لي بكام التيشيرت ده؟ قلت لها التيشيرت ده عامل 290، وبنسالك سؤال ومع كل سؤال بتاخدي خصم 10%. قالت لا انا مش عايزه اتسال هو بكام عشان مستعجله وطالبه اوبر، اوبر واقف بره دلوقتي. قلت لها هو 290، طلعت ال 290 خدت التيشيرت مشي، انا واقف ببص له انا مش فاهم، هو في الناحيه الثانيه سبحان الله ايه ده؟ هو ازاي حصل ده؟ يعني ايه السرعه دي؟ اول مره نبيع بالسرعه دي. انا يعني مشهد البص ده قعد 5 ثواني كده احنا مندهشين، هو ايه اللي حصل؟ في ثانيه الا ثانيه 3 بنات جايين بينهجوا علينا، احنا الحمد لله اللي احنا لحقناكم، احنا جايين بنجري خايفين ان انتوا تقفلوا، احنا شفنا البيج بتاعتكم وجايين نشتري منكم دلوقتي حالا. فسبحان الله يعني سبحان الله على رزق وكرم ربنا، اللي هو يعني ان احنا كنا ناويين نقفل بدري اكبر، فسبحان الله البنات دي جايين عشان يشتروا مننا، كل بنت خدت تيشيرت وخدوا شرابات، سبحان الله فجاه كده ابواب الرزق اتفتحت مره واحده. عملنا يعني، وكمان ان احنا كنا ناويين نقفل بدري ساعتين، احنا قعدنا زياده، الناس كلها اللي حوالينا قفلت واحنا فضلنا شغالين، ان ما كانش في وقت نقفل، كان يمشي زبون يجي التاني، يمشي زبون يجي التاني، يبقى في زبون واقف، يبقى في 3 جنبه واقفين منتظرين ان احنا نخلص اسئله علشان نسالهم وياخدوا ديسكاونت وكده. فسبحان الله ساعه الرزق بتفتح كده مره واحده، يعني بشكل غريب تخليك اللي هو ايه ده سبحان الله. يعني انا 10 ساعات وقاعد وسبحان الله يا دوبك هم ساعتين او 3 ساعات بس، سبحان الله ربنا رزقنا برزق غير طبيعي، رزق يعني فلوس احنا ما عملناهاش امبارح ولا عملناها في ثاني يوم ثالث يوم للبازار، ولا عملناها في اول بازار لينا، تبارك الله في 3 ساعات بس ربنا يقول لنا ايه؟
سبحان الله، انا قادر على كل شيء، وهي مش بشطارتكم ولا بشطارتك، وانت مثلت من جامد يعني. ربنا رباني في اليوم ده حرفيا، انا حرفيا اتربيت في اليوم ده، اتعلمت ان انا ولا حاجه، انا لا شيء، انا عبد ذليل الى الله. دايما الشيخ سمير مصطفى بيقول اقعد كده ربنا وقول له انا صنعتك يا رب، يا رب يا سيدي اني صنعتك يا رب اغفر لي، وهكذا. فسبحان الله، يعني الواحد فعلا لا شيء بدون ربنا ورزق ربنا وكرم ربنا، فالحمد لله على كرمه وعلى رزقه. في النهايه الرزق مش بايدك ولا مجهودك لوحدك، النهايه توفيق من الله. لو تفتكر ان انت بتسعى لوحدك، انت لو عرفت ان الرزق بايد ربنا هتشتغل وتسعى وانت متكل على ربنا، كده كده ربنا مش هيسيبك. الفلوس دايما بتدور عليك، بس الفكره هو انت فين؟ الحته دي اللي كمل الفيديو للاخر. برضه مش عايزك تفكر ان الرزق بس مجرد فلوس، يعني ما تشغلش دماغك على كده. الفيديو بس بيتكلم عن الجزئيه دي، لان اكتر الناس بتبص ان هي الرزق فلوس ومعيش فلوس وفين الفلوس والكلام زي ده، بس الرزق اصلا مش مجرد فلوس وبس. الرزق ممكن ربنا يديهولك في صحه او زوجه صالحه وبتسمع الكلام، ممكن يديهولك في طفل كويس، ممكن يديهولك بكذا شكل بكذا حاجه. ممكن الرزق بس يبقى مجرد ان انت تروح البيت سليم، يعني ده رزق كبير، ده رزق كبير جدا. لو تفتكر وانا بحكي لك القصه احنا كنا بنقول ايه؟ ما معناش فلوس نروح يعني، كان بس كل اللي عايزينه وقتها ان احنا عايزين فلوس ندفع الحاجات اللي احنا شربناها وفلوس نروح، بس كده، ما كناش عايزين اكتر من كده. فسبحان الله ربنا اعطانا، وعشان ربنا كريم سبحان الله ومن علينا بالرزق ده كله ورزق اكتر من ده. فما تحطش في دماغك ان الرزق بس مجرد فلوس، الرزق ليه اشكال كتير جدا، بس انت ادعي بس بالرزق واسعى. زي اهم حاجه الفيديو اللي فات، واساس طبعا الفيديو ده ان انت بس تسعى، يعني انت ما تفضلش قاعد، اسعى علشان كده كده رزقك موجود. نجاحك زي ما قلت في الفيديو اللي فات، نجاحك مكتوب وكل حاجه مكتوبه عند ربنا، بس محتاج ان انت تسعى. ولما انت تسعى وتتوكل وتدعي ربنا بتجيلك زياده، بتجيلك اصلا ازيد ما انت عايزها، ازيد بشكل كبير جدا، ازيد بشكل انت مش متخيله اصلا. هي ايه ده؟ هي بجد كده بالشكل ده؟ ساعتين بس عملوا مبيعات، ايام واثنين اعلى مبيعات عملتها في حياتي ساعتين بس. فسبحان الله، سبحان من يرزق، يعني سبحان من يرزق الطير، فاهم ازاي؟ فتوكل على الله.